بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أخواتي، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد على القناة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. هذا الفيديو الثاني ديال السلسلة ديال التعلم ديال الخياطة أو ديال الغرز باليد. الفيديو اللي فات كنا درنا فيه هاد الغرزة، هذه غرزة التنبيلة، وفي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو غرزة الثانية. بطبيعة الحال كنحتاجو القطعة ديال الثوب اللي كنا قطعنا المرة اللي فاتت. غنحتاجو قطعة ديال الثوب، غادي نحتاجو الإبرة فيها خيط ومشكلين فيه عقدة صغيرة في الآخر ديال الخيط. وقبل ما نشكلو الخيط في الإبرة ضروري ما ندوزوه في الشمع كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات. الخيط ما يكونش طويل بزاف كما قلنا في الفيديو اللي فات. بالنسبه اللي بغى يعرف تفاصيل اكثر على يعني الامور اللي ضروري خصنا نديروها في الاول، نخلي لكم الفيديو ان شاء الله ديال الفيديو اللي فات في الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. غنحتاجو ايبانجل ونمروا على بركه الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غادي نشدو القطعه ديال الثوب ديالنا. هاد المره ما غاديش نطويها، غادي نخدم على القطعه ديال الثوب بهذا الشكل هذا وهي مفتوحه. غادي نخدم اليوم الغرزه المائله. ف غادي ندخل في الثوب في الركن اولا في القنت ديال الثوب. كنخلي تقريبا هنا واحد 0.5 أو 0.25 على حسب شحال بغيتو المساحة اللي تخليو في الجانب ديال الثوب. هانتوما كندخل الإبرة، نحاول نقرب شوية الصورة. كنظن الأمور دابا أوضح كما شفتوا معايا. دخلنا الإبرة حتى حكمات هنايا في العقدة. كنحاول نشكل عندي الخيط خارج من هنا من الاسفل، فكنحاول انني ندور يدي هكذا بحال كنشكل واحد الدائره بالخيط بحال هذا الشكل هكذا، وكنجي كنخلي واحد المسافه وكندخل بالابره. كندخل من نفس الاتجاه من يعني من الامام ديالي، ماشي كندخل من التحت ديال الثوب. كتشكل عندي غرزه بهذا الشكل هذا. غادي نعاود وحده ثانيه. عندي الخيط خارج من الاسفل، انا غادي ندور الجهه ديال على حسب واش كتخدموا باليمين ولا باليسار. فين ما دورناها راه غيخدم لينا، ولكن الا مشينا على اليمين نمشيو يعني الفيديو كامل على الخدمه كامله على اليمين عفوا. مشيت على اليسار درت الدائره على اليسار نمشي كامل على اليسار. انا غنمشي كامل على اليمين، غنخلي مسافه وغادي نحاول ندخل الابره وكنجر الخيط بهذا الشكل. كنحاول انني نمشي بشويه باش كلشي يشوف. من بعد ما يعني شكلت هاد جوج ديال الغرز غادي نثبت الثوب بالإبانجل وغادي نستمر ندخل الإبرة. دائما تيكون عندي الخيط خارج من الأسفل وأنا تندخل الإبرة من الأمام بهذا الشكل هذا. كندور الخيط للجهة ديال اليمين. غنمشي عاوتاني نخلي مسافة دائما وأبدا. كنمشي يكون عندي الخيط خارج من الأسفل وانا كندخلو من الامام باش كتغطى لي هاد المساحه هادي. كتغطى بواحد الخط بهذا الشكل كيكون كيمر من الاسفل ومن الاعلى. هاد الحاله هادي كنديروها الا كان عندنا مثلا بحال هكذايا الثوب بغينا نحكموه من الجناب اولا نجمعوه من الجناب ديالو. هذه تتسمى الغرزه المائله. كنديروها بهذا الشكل هذا
وكذلك حتى الا بغينا نتنيو الثوب باش ما يبقاش عندنا هذا الخيوط اللي كيكونوا هنا. سمحوا لي راه التليفون بوحدو كيدير شويه الزوم حيت قريب مقربه. انا فاش نوصل للقنت غادي نطوي معكم الثوب باش نوريكم الا كنتو باغيين ان ما يبقاش عندكم هاد الخيوط اللي كيكونوا مشنتفين ما يبقاوش عندكم. فاش نوصل للقنت غادي نطوي معكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير. صافي غنستمر بحال هكذا، دائما كنخلي واحد المسافه اللي بغيت تقريبا واحد نص سنتيم او لا، كندخل الابره من الامام للخلف بهذا الشكل هذا، يعني من الاعلى الى الاسفل، والخيط كيكون خارج عندي من الاسفل. كما شفتوا معايا ها هي الدائره، شكلنا الدائره من هنا ودخلنا الابره. صافي ها هما تشكلوا عندي غرز مائله. غنستمر بحال هكذا حتى نوصل يعني القنت ديال الثوب ونرجع معكم باش تشوفوا معايا. كنحاولوا نقادوهم بيدينا لان الخيط ما كنتحكموش فيه، ماشي شي حاجه اللي سوليد، يعني شي حاجه قاصحه باش غادي يمشي معنا في نفس الاتجاهات. ولكن فاش كنوصلوا نجروا الخيط يقرب يتسالى كنحاولوا نقادوه باش يعطينا هاد الغرز المائله. صافي كما قلت لكم انا غادي نستمر بحال هكا حتى نوصل للقنت ونرجع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش الا بغينا نطويو الثوب كيفاش نديروا ليه. بعد ما وصلت للطرف ديال الثوب بنفس الطريقه غادي نجي كما قلت لكم هنايا غادي نوريكم الا بغينا نديرو يعني طريقه، الا بغينا ان يكون عندنا هنايا الثوب متني على جهه او على جهتين. مثلا كان عندنا قطعه ديال القماش كبيره وقطعناها، مثلا قطعناها هكا مناشف المطبخ او لا دي سيرفييت، وبغينا ان ما عندناش ماكينه خياطه وبغينا اننا نديروا لها واحد الخياطه جميله من الجوانب او لا واحد التطريز. هذا راه كيدخل ضمن التطريز ديال الجوانب. كنطوي نصف سنتيم وكنخدم عليه، او لا باش تكون عندي الخدمه مزيانه يعني بيان فيني كنطوي جوج طويات كيف ما درنا في الفيديو السابق. هنا غادي ندور باش تجينا سهله اننا نخدمو. دائما فاش كنجر الخيط كنحاول انني نجرو بشكل مائل باش كيعطينا ديك الغرزه المائله. هنا غادي نتحول للجهه الاخرى. نردوا البال ان الخيط ما يمرش لينا من الوسط ديال ديك الدائره اللي كنشكلو. الا مر لينا الخيط الابره دوزناها في وسط الدائره راه غادي ندوزو لغرزه اخرى اللي غادي نشوفوها نيت ان شاء الله من بعد. غير غنسالي هاد الغرزه هذه غادي نصور لكم الفيديو الاخر ديال الغرزه الاخرى. هنا القنت شويه ضروري نشدو، نعاون بيدي باش تشد لي، خاصه انني هنا طويت الثوب ومن قبل ما كنتش طاويه. صافي من بعد ما تحكمات ليا هكذا فاش كنجر الثوب نجر الخيط عفوا كنجروش يعني بقوه، كنجروش بالجهد مثلا باش يخلي واحد المساحه باش ما يتكمش ليا الثوب. نديروا في بالنا اننا كنتعاملوا مع ثوب. هنا كنشد من بعد من هذيك الثانيه نتوما بهذا الشكل هذا. هنا كندخل من بعد الثانيه اللي طويت تما فين كندخل، يعني ما كنشدش فيها، بحال كنغلف هذيك الثانيه كنحاول نغلفها بالخيط.
غادي نفوت هذا لو كوان، عاد غادي تبان لكم الطريقه ديال الخدمه مزيان. كنطويو الثوب بهذا الشكل وكندخل الابره، كنحاول كما شفتوا معايا انني ندور الدائره من الجهه ديال اليمين اللي خدامه فيها، الخيط خارج من الاسفل، تندخل الابره من الاعلى الى الاسفل. فاش كنوصل للاخر هنايا كنحاول انني نجر هكذا باش يعطيني داك الاتجاه المائل. كندخل هنا تحت ديك الطويه اللي راني صافي. كتستمروا بحال هكا حتى كتكملوا القطعه ديالكم، اما على هذا الشكل هذا ديال الثوب ما مطويش، واما على هذا الشكل هذا اللي كيكون فيه الطوب مطوي مطوي على كامل الجوانب باش كيعطينا واحد الفينيسيون اللي تكون مزيانه. بهذا الشكل هذا كنطويو وكنكملوا حتى كنكملوا القطعه ديالنا. انا موجده قطعه من قبل باش تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش كيجي. هانتوما القطعه ديالي انا خدمتها وهي مفتوحه ما مطوياش. هذه خدمت يعني الخدمه كامله والثوب مفتوح ماشي متني كيف ما وريتكم هنا. نتوما كيبقى لكم الاختيار، انا عطيتكم الاختيارات بجوج، عوض ما ندير كل وحده في فيديو انا عطيتكم الاختيارات بجوج. هنا هذه القطعه ها نتوما واجده، من بعد ما كنسالي منها كنصلحها، ندوز عليها بالمصلوح اولا بالمكواة وكنحتفظ بها في الملف اللي قلت لكم، وكنكتب عليها الاسم ديال الغرزه المائله. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم او الشرح ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق وبارطاج مع العائله والاصدقاء. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. نلقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.